انا عامله حبايبي شيش طاووق بصدرين فرخه، هتعمل معانا كميه حلوه. طبعا برضو لو بصدر فرخه هنعملوها، بوركه هنعملوها الشيش طاووق. طبعا ايه اهم حاجه بس تقطعي حتت حلوه يعني. طبعا عندي هنا صدرين رحت مقطعه، اقطعه مكعب كده حلو يعني، اللي هو ايه بقى بس فيه لحم يعني عشان ما ينشفش مني. اقطع الكميه اللي معايا، اعملها تتبيله حلوه جدا. بصوا حبايبي مربعات كده حلوه، طبعا عشان اعملها الشوايه عشان متحرقش. انا عندي ميه البصل ما برميهاش طبعا، لو عامله كفته ولا حاجه بسيب ميه البصل في الفريزر، واحط توم واحط لبن. يبقى انا حاطه ميه بصل وتوم ولبن، اقلبهم كده كويس. وبعد كده ايه احط البهارات بتاعتي، احط معلقه مرقه وبهارات فراخ وفلفل اسود وسبع بهارات وسماق. وبعد كده احط معلقه دبس رمان ومستردة وخل وليمون. انا حبايبي بقى بقلب الخلطه كده كويس بعد ما حطيت البهارات بتاعتي وحاجتي، بقلبها كويس جدا. وبعد كده بحط الفراخ. يبقى انا حاطه البهارات، بهارات فراخ وسبع بهارات وسماق وفلفل اسود وملح ومستردة ودبس رمان وخل وليمون. ده بقى بسيبه في التتبيله شويه يعني، سيبيه قبلها بيوم، سيبيه بقى الوقت اللي انت بقى عايزاه. بس اهم حاجه حتى لو عملناها في وقتها تبقى حلوه، بس كل ما بتسيبي الحاجه في التتبيله بتديكي طعم احلى، لان طبعا بتبقى شربت من الحاجه اللي احنا عاملينها. هنا هو طبعا وهسيخ الكميه اللي انا عاملاها كلها. طبعا فلفل الوان طماطم بصل، احنا هنا هنسيخوا الحاجه اللي عندنا بنعملوها. انا ما كانش عندي فلفل الوان، رحت حاطه فلفل اخضر، وكان عندي فلفل واحد بس احمر، لكن ما كانش عندي اصفر، رحت برضو سيخته وعملته، بس برضو طلعت جميل جدا. انا قبل كده عاملاها بورك فرخه وعملت معايا برضو كميه. يعني احنا مثلا حتى لو حد جالك بقى على سوا ولا حاجه، ممكن نقدر نستلفه ونعمله اكلات بتعمل كميه ومن حاجات بسيطه. صاحبي عملت معايا كميه حلوه. انا مره عملتها على الجريل، المره دي عملها على الشوايه، جميله جدا والتتبيله حلوه قوي. يعني تتبيله جميله وخفيفه. طبعا بقى كل شويه بقلبها والتتبيله دي برضو لما بروح برضو عاملاها برضو في الفراخ تاني عشان الفراخ ما تنشفش معايا. وهي الفراخ طبعا ما بتاخدش سوان. بصوا الشكل حبايبي جميله جدا، طلعت تحفه والله وريحتها حلوه قوي. يعني بصدرين فرخه عملنا كميه حلوه. هنا خلاص استوت، وطبعا الفراخ ما بتاخدش سوا. بصوا حبايبي الشكل طبعا وكميه. عملت جنبها مكرونه سباكيتي. هنا بنتي طبعا بتقولي انا مش قادره، ما تعكس عايزه تاكل، اما طبعا تجري بالاكل، فبتقولي جعانه، فانا بقول لها اصبري بس اكمل، فبتقولي انا مش هصبر. المهم عماله تخطف مني الاكل وتجري. طبعا بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.